هذه الشوربة بنتها بنة، واحد البنة. شوفوا شايفين هذوك العزيزات بكري، هذوك النايليات الحرات، هذا الطياب تاعها. ما تقولي ليش راكي تبالغي، لازم تدخلي الفيديو وتكتبي لي تعليق وديري جيم وروحي روحي روحي روحي. واش تجيبي هنايا؟ عندنا كمية تاع اللحم كما راكم تشوفوا. عندي نصف الحبة تاع البصلة، جيبي نص حبة تاع بصلة برك. عندنا الحشاوش، وعندي سنة تاع ثوم كبيرة كما راكم تشوفوا. راح نرحو كامل مع بعضهم. المهم هذا راه العظم، يعني نحيت منه كامل اللحم، وهذاك العظم راح نخلوه وراح نديروه في الطاجين تاعنا نصبو به المرقة. كما قلت لك عندي نص الحبة تاع البصلة، عندي الحشاوش وحبة تاع الثوم، وراح يعني نرحو كلشي مع بعضهم. بالنسبة للتوابل راح كما راكم راح تشوفوا عندي مقرف صغيرة تاع راس الحانوت، عندي العرق الاصفر، عندي شوية تاع الكمون. اذا ما تشتوش الكمون ما ديروهش، بما انها يعني شوربة بيضاء تقدروا ديروا شوية تاع الكمون. عندي كمية تاع الرز. هنا الرز كنت طبخته يعني وغسلته شوية، يعني نصف طياب. هذا الرز نص طياب كما تعرفوا. هذه يعني هنا كامل تعرفوا هذه يعني هذه الخطوة. المهم النصيحة اللي ننصحها لكم يا البنات انكم ما ترحوش اللحم تاعكم ياسر، خلوه كما راكم يعني كما راكم تشوفوا في الصورة. يعني راها باينة الصورة انه اللحم خليه شوية خشين، ما تبدايش ترحيه ديريه حتى يولي املس ياسر، يعني ما تكونش فيه بنة مليحة، يعني خليه شوية خشين. المهم يا البنات راح نجملو كامل هذاك اللحم تاعنا كما راكم تشوفوا، راح نديرو على شكل كويرات. ودركا نشوفوا الخطوه الجايه واش نديرو. كما راني قلت لكم يا البنات كوري لي كامل هذاك اللحم، ومن بعد نقول لك واش راني راح ندير يا البنات. شوفوا يا البنات دائما نقول لكم اكتبوا لي في التعليق او في التعليقات، كتبوا لي اذا كنتوا حابين نرجع ندير لكم الروتينات كما كنت ندير، او يعني ورا ندير لكم او ندير لكم كما راكم تشوفوا وصفات، يعني مره ندير لكم وصفه مره ولا واش تحبوا نتوما. المهم ولا نخلطوها تصفى. المهم يا البنات كما راكي تشوفي كملت كامل هذيك الكويرات ورحت للطاجين تاعي درت شويه تاع الزيت، حوالي 2 مقارف او 3 مقارف. المهم ونجيبو شويه تاع الثوم ونجيبو شويه تاع البصله، وعندي الطرف هذاك الصغير تاع الدجاج راح نقليه كامل مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. وعندي حبه طماطيش راح نسكرفجها. صدقوني يا البنات هذه الشوربة والله بنتها بن. هنا راح درت نفس التوابل اللي درتهم في اللحم، شوية تاع راس الحانوت، شوية تاع الكمون، شوية تاع القرفة. لازم نديرو القرفة باش تعطي لها النكهة ولا أروع. المهم والرند، أكيد الرند الشوربة البيضاء تطبخها الرند يطبخها الرند وتطبخها القرفة. فكما راكم تشوفوا راح نزيد شويه نقلي هذاك التوابل، راح درت لها الماء طابخ، وراح نخلي يعني نخلي هذيك الخضره طيب شويه. هذيك حبه البطاطا والكورجيت وذاك العظم تاع الدجاج نخليهم يطيبوا. نضيف هذيك كما قلت لكم هذه الشوربه راح نديروها فيرميسيل، هذه راح نديروها. انا ما عمرتش الفنجان يعني باش ما تجيش معجنه. رايحه نحي كامل هذيك الخضره اللي درناها، حبه البطاطا والزرونديه والكورجيت نحيهم.
ورايحة كما تشوفوا رايحة نرفس هذيك البطاطا وهذيك الخضرة كما راكم تشوفوا. انا هنايا مش حنديرها كامل، راح ندير نصها برك باش ما تجيكش معجنة وتجيك يعني شوية خفيفة. وما تنساوش دائما الحشاوش، وكانت عندي الكرافس وللأسف نسيتها. راح نديرو هذوك الكريات تاوع اللحم ونخلو كلش يطيب على قرضو، فهمتوني يا البنات، على نار متوسطة. بعد ما طبت هذيك الشوربة كيما قلت لكم والله صدقوني هذه الشوربة بنتها بنة، وراح نعاودها يعني راح نديروها ورايحين تعاودوها. يعني إذا كنتوا راكم معايا لحد الآن في هذه الدقائق الأخيرة، ماذا بكم دعموني، راني يعني دايما راني نحلل فيكم، دعموني، اكتبوا لي تعليق مليح، ديروا الجيم تاعكم، ما ديروا حاجة وخلاص. المهم يا بنات كما راكم تشوفوا وقدموها يعني بالحبيبة تاع البوراك. يعني هذه الوصفة ديروها في رمضان. هذا فيديو نهار اليوم قصير وبسيط وسهل واقتصادي. سلام.